عودة لمشاهدينا على قناة الحياة والام تي في يلي عم بيتابعوا ربع نهائي مشوق ومسلي من ذا كوميدي نجم الكوميديا، والتشويق والتسلية والتحدي مش بس على المسرح. خلينا نشوف تحدي مختلف جمع الثنائي اللبناني محمد فؤاني وعلي منصور ومحمود تركي يلي تقاسموا صدارة الترتيب بالبرايم الماضي. خلال التمارين محمود تركي والثنائي اللبناني كان عقلهم بالتحضيرات وقلبهم ناطر رسالة. أخيراً وصلت الرسالة يلي ناطرينها. هدية تاني؟ تركي مثل العادة سيربريز لأنه بما أنه طلعنا أول يعني. إلى محمود تركي، إنها المرة الثانية التي تحتل فيها صدارة الترتيب، ومكافأة لكما على نشاطكما وإبداعكما وتقدمكما. تضمدي معنا الوقت المسلي خارج إطار المسرح والتمارين. انتظرا تعليماتنا. حلو. تنتظر إيه بقى؟ منتظرين تعليماتهم بقى، هنعمل إيه؟ شو أقول لك هالمرة شو؟ هذيك المرة كان قواص، هالمرة شو؟ ألف سؤال خطر على باله. وصلوا الثنائي على مدينة الألعاب لونا بارك وتفاجئوا بوجود ميزو بدل تركي. شو صار؟ وين تركي؟ على اساس تركي الاول. يا عم تركي مين فوقك بلا تركي بلا بتاع. سلم على الاول. تركي مصاب. لا عن جد شو اشبه؟ يا ابني تركي خرج من المسابقه اصلا. لا عن جد بلا مزح. لا انا تركي قعدت اصحيه بصراحه، قوم يا تركي قوم يا تركي، قال لي لا يا ماما انا نايم. ماما مين؟ ما بحبوش. انت نيمته ولا هو؟ انا نيمته. وقبل ما يبلشوا التسلية الشباب وصل تركي والنعس واضح على وجهه. ما فيش غير تركي صاحبي حبيبي في البرنامج. تركي ده ممثل قوي جدا. وبدأوا الشباب بجولة استطلاعية على المكان. بدنا في لعب حلوة، احترنا بشو بدنا نطلع. أساساً هن موجودين بهالمكان حتى يتسلوا وينسوا الاستحقاقات وتحديات ربع النهائي. أول لعبة ركبناها كانت لعبة سهلة أوي. قلبنا حديد، قلبنا ميت، نخش في الحيط. بعد ما انتهوا من أول لعبة انتقلوا للعبة فيها تشويق أكتر ومرح أكتر. بعد كده ركبنا لعبة بتاعت الشلالات. انا قلت لتركي يا تركي هنتغرق ميه، قال لي ما تقلقش دي ما فيهاش اي حاجه ولا حتى تيجي عليك نقطه بس. طرطشت مي، طلعنا تحممنا ونزلنا. من بعد ما تحممنا بالبيش بالماء من فوق لتحت كان لازم نتنشر. اللعبه دي بالظبط عامله زي بتاعت الفشار بالظبط، بنقعد نتنطط انا جربت احساس الفشار في اللعبه دي والحمد لله انا حسيت نفسي حته فشار. أخيراً وصلوا للعبة اللي بتتطلب قوة قلب، درجة تحمل عالية وجرأة. امسك يا إذا كانت لأول مرة وهيدي بتسجل بالتاريخ إنه أنا وعلي بننفصل. ما فرقنا المسرح يا علي، فرقنا مدينة الملاهي. الملاهي يا علي. كبير يا فؤاني فوت. انا عايز اقول طبعا اللعبه الاخيره اللي لعبناها علي جبان جدا وبيخاف. انا عايز اقول ان علي قبضاي شاب جدع جدا، رجوله، قلبه ميت، ما بيخافش. طب ولع فؤاني يا تركي. تركي هو الوحيد يعني كان بيطمني. انا كنت بطمن لما بشوف دموع تركي، دموعه كده وصريخه ده كان بيطمني. تركي ولا كان بيضحك طول اللعبه، بيضحك هي وانا كنت بشوف ضحكه كنت بتبسط. والله تركي كان بيعيط بالدموع. أمضوا الشباب يوم حافل، ضحكوا، تسلوا ومزحوا مع بعضهم. تركي ممثل ضعيف، احساسه ما بيوصلش، احساسه عالي جدا. مجرد ما بيفتح بقه الناس بتضحك، كفايه ان احنا بنشوفه بس. فده موهبه صاعده، وده اصلا ما عندوش موهبه، يعني هو اصلا فاشل. انا مش فاهم ازاي. طبعا مش لازم الموهبه، مش لازم يكون عندك موهبه عشان تبقى ممثل. بس كل يوم إجازة له نهاية، ووحده الشغل المتواصل بيوصل للنهاية السعيدة على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا.